سنه ثانيه اعدادي. عندي شويه تكات وحركات كده في المنهج خليك فاكرهم كويس قوي، زي المقارنات مثلا. عندي معركه اسمها معركه اليرموك، ودي كانت سنه 13 هجريه. طب المعركه دي كانت ضد مين؟ ضد الروم. خليك فاكر ان اليرموك فيها ر وميم، تبقى ضد الروم اللي فيها ر وميم زيها. طيب عندي النتيجه بتاعتها بسرعه، انتصار المسلمين. مين القائد بتاعها؟ خالد بن الوليد، وانتصر فيها المسلمين ومغادره قيصر الشام. طب تعالى على معركة تانية كانت ضد الروم برضو بس بقائد تاني. مين هي؟ معركة ذات الصواري. المعركة دي مين اللي قال فيها أصلا الفكرة أو فكر فيها؟ عثمان أمر معاوية، ومعاوية قال لمين؟ لعبد الله. طب مين عبد الله ده؟ عبد الله بن أبي السرح، هو القائد بتاع المعركة، يعني هو اللي هيقوم بمعركة الصواري. وإيه اللي هيحصل؟ هينتصر فيها المسلمين على مين؟ على الروم. خليك فاكر عندي كمان معركتين، معركة اسمها القادسية ومعركة اسمها نهاوند. خليني فاكرة التواريخ كويس، إن القادسية 15 هجري ونهاوند 21 هجري. طب تعالى نشوف القائد بتاعها. القادسية فيها س تبقى سعد بن أبي وقاص. طيب ايه النتيجة بتاعتها؟ كل حاجة فيها س، انتصار المسلمين، قتل رستم، وخدوا عاصمة المدائن بتاعة الفرس. طيب تعالى على المعركة الثانية اللي هي معركة مين؟ نهاوند. فيها 2 نون، يبقى مين القائد بتاعها؟ النعمان ابن مقرن. طب وهسميها برضو فتح الفتوح. طب ليه سميتها فتح الفتوح؟ عشان ده هنا على دولة الفرس في المعركة دي. طب عندي شوية تكات كده في المدن. عندي المدن اللي اتفتحت، مين اللي فتح العراق؟ هنغنيها بأغنية كده: خالد عراق، يزيد دمشق، شرحبيل الأردن، أبي عبيدة بن الجراح حمص، وعمرو بن العاص راح القدس. فاكر ان في شويه تكات كمان في استشهاد الخلفاء. عندك عمر بن الخطاب مثلا استشهد على ايد مين؟ ابو لؤلؤ المجوسي. طب علي بن ابي طالب خليك فاكر ان الابن هتاخد الابن اللي زيها اللي هي مين؟ عبد الرحمن بن ملجم. تمام كده؟ طيب عندي حاجه اخيره بقى اللي هي في ايه؟ عندي عثمان بن عفان وهو بيفتح البلاد الاسلاميه كان ليه قائدين معاه دايما، معاويه بن ابي سفيان وعبد الله بن ابي السرح. فخليني اقول ان معاويه هيفتح ارمينيا وقبرص، بس عند ارمينيا اعتبر انه تعب شويه فهيجيب حبيب. ومين اللي هيفتحها؟ حبيب بن مسيلم. انما قبرص هو معاويه اللي هيفتحها بنفسه. طب تعالى على عبد الله بن ابي السرح، هيفتح ايه؟ افريقيا وبلاد النوب. وخليك فاكر كويس تواريخهم عشان بتيجي في الترتيب.